أنا الغضنفر الشديد، أنا الأسد الحديد. يا أمي حرام عليك يا سماح، قلت لك 100 مرة ما تخشي عليا تنحنح، أنت كده بتخضيني على فكرة. خلي بالك أنا هاجي في مرة كده والله العظيم هتصير على نفسك وتجي القرف معفنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيكم على مطبخ سيد أفندي المفلس دائما والمسكين. النهاردة هنتعلم نخيط البامية. أيوة نخيط البامية. طب ازاي؟ هقول لك أنا. ست الله يرحمها كانت في آخر موسم البامية تجيب البامية الكبيرة كده أو البامية الصغيرة وتلضمها في خيط وتعلقها تنشف. وفي الشتاء بقى في عدم وجود اي موسم للباميه، طبعا ما كانش في تلاجات وقتها، كل يا معلم احلى باميه. انا جبت 2 كيلو باميه صغير على كبير زي ما انتم شايفين، غسلتهم غسله كويسه بالاقماع بتاعتهم اهي عشان ما تعفنش، وعندي مسله خيط اهي. يلا بينا بقى نخيط الباميه. ابتدينا نجيب الباميه بتاعتنا. اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، يعني الراجل يبقى طالع عينه في كلية الطب 7 سنين عشان انا في الاخر ما اسألوش. انا ما كنتش عايزة افاجئك، بس هي طلعت اسأل مجرب ولا تنسى الطبيب. في ناس بتعملها بالباميه الصغيره زي كده، وفي ناس بتعملها بالباميه الاكبر شويه المتوسطه والاكبر شويه، واهي وبعد كده بنعلقها في الشباك. هنخلص الكميه ونرجع لكم تاني، خليكم معانا ما تروحوش في حته. مطبخ سيد افندي. وخلاص بقينا في اخر كميه اهي. خلاص فاضل واحدتين، لا دي بايظه، وادي اخر واحده. تعال نشوف العقد بتاعنا بقى. هنربطه اهو كده ونعلقه في البلكونه. اوعوا تنسوا اللايك والشير والاشتراك. كان معاكم مطبخ سيد افندي المفلس دائما والمسكين. لايك وشير. لما طلبتوا مني فيديوهات طويلة ما قصرتش معاكم. طب فين بقى يا جماعة اللايكات وبتاع؟ يعني الفيديو امبارح 12 دقيقة اقعد فيه يومين اعمل فيه، والاخر جايب 13,000 مشاهدة. احيه